السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ طلبة بريبتو، يا رب تكونوا كويسين. معاكم مستر محمد المصري، وان شاء الله النهارده يا شباب هنبدأ مع بعض في بارت 2 من ليسون 1 في يونت 2. طيب، طبعا ليسون 1 بيكلمني عن حاجة اسمها نيوتنز لوز اوف موشن، او قوانين نيوتن للحركة. في الجزء الاول كنا واخدين مع بعض نيوتن فيرست لو او قانون نيوتن الاول. ان شاء الله باذن الله في الحصه الثانيه هناخد نيوتن سكند لو ونيوتن ثيرد لو. اتفقنا. المره اللي فاتت كده باختصار كنا واخدين نيوتن فيرست لو، وخدنا النت فورس وعرفنا ازاي بنقدر نحسب النت فورس اللي بتاثر على العربيه، وقلنا ان النت فورس هي التوتال فورس اكتنج اون ا بادي، او اللي بتاثر على جسم معين. اتفقنا. كان في جزء صغير كده سيبناه من بارت 1 او الجزء الاول، اللي هو بيكلمني عن الابليكيشنز او عن بعض الحاجات اللي موجوده في حياتنا ونقدر نستخدمها ونقدر نربطها بقانون نيوتن الاول. بس قبل ما نبدا في حصه النهارده عايز اقول لك انا اسف ان الحصه بتاعتك اتاخرت، ولكن كان عندي بعض المشاكل وبعض الظروف، ولكن الحمد لله المشاكل بدأت تتحل. فإن شاء الله زي ما وعدتكم إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية كل أسبوع هينزل لك حصة بإذن الله، حصة شرح عشان نقدر نخلص المنهج بتاعنا قبل الامتحانات بفترة كافية، ونقدر كمان نراجع ونعمل ريفيجنز كتيرة كده، وإن شاء الله بإذن الله توصل للفول مارك. طيب بص كده يا صديقي، النهارده زي ما قلت لك هنبدا بجزئيه كنا سيبناها من بارت 1، وهي بعض الابلكيشنز اللي موجوده عندي. وانا عندي هنا تو ابلكيشنز. اول ابلكيشن عندي حاجه اسمها كروز كنترول. يعني ايه يا مستر كروز كنترول؟ بكل اختصار يا صديقي ان الكروز كنترول هو عباره عن ديفايس او جهاز. الجهاز ده بقدر استخدمه في المودرن كارز او العربيات الحديثه. طيب الجهاز ده وظيفته ايه؟ ايه الفانكشن بتاعته؟ الفانكشن بتاعته باختصار يا صديقي ان هو keep the velocity of the car constant، يعني بيحافظ على سرعة العربية ثابتة. يعني ايه يا مستر؟ مش فاهم. تعالى كده اقول لك على بعض المعلومات اللي ممكن ما تكونش عندك. خلي بالك ان دلوقتي بابا او ماما او اي حد عنده عربية وبيمشي على هاي ويز او طرق سريعة، اي طريق سريع لو انت سألت بابا هيقول لك ان اي طريق سريع بيكون ليه سرعة معينة لازم تمشي بيها، وليكن ان سرعة الطريق اللي احنا ماشيين عليه سرعته 80. فانت ما ينفعش تعدي السرعة بتاعتك عن سرعة الطريق اللي هي السرعة الرسمية بتاعته اللي هي سرعة 80. طيب دلوقتي انت لو عندك مودرن كار او عربية حديثة، فالعربية الحديثة حاطه لك اوبشن ان انت تقدر تحدد السرعة وتبدأ تستخدم ديفايس او جهاز موجود فيها اسمه كروز كنترول. الجهاز ده بيقول لك ان انا هثبت لك السرعة على الطريق السريع، هخلي السرعة تفضل ماشية العربية بسرعة 80 علشان ما تعديش السرعة دي او ما تقلش عن السرعة دي. اتفقنا. يبقى انا كده عندي ابلكيشن على حاجه اسمها كروز كنترول او ديفايس keep the velocity of the car constant. طب ازاي بيقدر يتحكم في سرعه العربيه ثابته؟ عن طريق ان هو بيكون مربوط بحاجه اسمها سنسورز او حساسات. السنسورز او الحساسات دي اللي بتقدر تحس بسرعه العربيه، فبتقدر تتحكم في السرعه عن طريق ان السنسورز بتعمل كنترول او بتتحكم في نسبة الفيول او الوقود اللي بيطلع للانجن. ما خلي بالك الانجن هو اللي بيطلع فورس تقدر تحرك العربية. طب دلوقتي مين اللي يقدر يتحكم في نسبة الفيول اللي طالعة للانجن؟ السنسورز او الحساسات اللي مربوطة بالكروز كنترول اللي هو الجهاز اللي بيتحكم في السرعة، هي دي اللي بتقدر تتحكم في نسبة الوقود او الفيول اللي هتطلع للانجن او الموتور عشان يقدر يحرك العربية بسرعة معينة اللي هي السرعة اللي انا حددتها، وليكن السرعة دي كانت 80. يبقى اول جهاز عندي بكل سهولة اسمه كروز كنترول keep the velocity of the car constant. طيب ازاي؟ عن طريق ان هو through using sensors، عن طريق ان احنا بنستخدم فيه حساسات. طب الايديا او الفكره بتاعت العمل بتاعته بيقول لك ان السنسورز او الحساسات
كنترول pumping ذا فيول، بتقدر تتحكم في تدفق الوقود للانجن طبعا علشان اقدر اثر على العربيه بالانسد فورس او قوه متوازنه تقدر تحرك العربيه بكونستانت فيلوسيتي او بسرعه ايه؟ بسرعه ثابته. ده بالنسبه للابلكيشن الاول. طب عندي ابلكيشن تاني، والابلكيشن ده ممكن تكون انت اتعاملت معاه قبل كده، وحاجه اسمها الاير هوكي. طبعا لو انت مش عارف الاير هوكي فانت لو بصيت هنا ممكن تكون عارفها، رحت الملاهي قبل كده ولعبت الاير هوكي. لو انت رحت انت وصاحبك او لو رحت انت واخوك ولعبت الاير هوكي هتلاقي ان انت كنت ماسك حاجه اسمها بادلز. البادلز دي بتحرك حاجه على الترابيزه كده بتاعت الهوكي، حاجه اسمها ديسك. بس خلي بالك وانت بتحرك الديسك ده بتحس ان الديسك خفيف وبيتحرك كمان بسهولة على الترابيزة. طب ايه اللي بيخلي الديسك ده يقدر يتحرك في الاير هوكي او في اللعبة بتاعت الاير هوكي دي بيتحرك بسهولة؟ خلي بالك انت لو ركزت على الترابيزة او التيبل بتاعت الاير هوكي دي هتلاقي فيها هولز او فتحات صغيرة. لو حطيت ايدك عند الفتحات دي هتلاقي بيطلع اير او هوا. طب هو الاير او الهوا ده وظيفته ايه؟ وظيفته ان هو ريديوس، يقلل الفريكشن الاحتكاك ما بين الديسك اللي بيتحرك على الترابيزه وما بين التيبل. فعلشان كده انت بتلاقي الديسك ماشي براحته. ليه بيتحرك براحته وبيتحرك بسرعه؟ بتخبط بالبادل فتلاقي الديسك رايح بعيد، ولو اخوك مثلا او صاحبك بيلعب بالبادل قدامك فيبدا يخبطها وترجع لك تاني بسرعه. ليه الديسك بيقدر يتحرك على الترابيزه بسرعه او على التيبل بسرعه؟ لان في اير بيطلع من سمول هولز او فتحات صغيره. الاير ده وظيفته ان هو ريديوس ذا ريزيستنس او المقاومه بتاعه الديسك مع التيبل، او ريديوس ذا فريكشن الاحتكاك مع الديسك والتيبل. دلوقتي لو مفيش الهواء ده، ما احنا قلنا ان الديسك خفيف فالهواء يقدر يرفعه شويه عن الترابيزه. حتى انت لو ضربت الديسك قوي شويه بتلاقي الديسك ممكن يطلع بره التيبل بتاعت الهوكي كلها. ليه؟ لان هو لايت يعني خفيف، فالاير يقدر يرفعه. طب يبقى الاير ده طالع منين؟ طالع من سمول هولز كده او فتحات موجوده فين؟ في التيبل. وظيفه الاير ان هو يخلي الديسك يقدر يمشي فريلي كده، يعني يمشي براحته من غير ما يكون في ريزيستنس او مقاومه كبيره من التيبل او من الترابيزه. طب تعالى كده نشوف مع بعض بيقول لي ايه. بيقول لي الاير هوكي a fun game، هو عباره كده عن لعبه جميله in which two round paddles، عندك two paddles are used to push light disc. كلمه light هنا مش معناها ضوء، كلمه light هنا معناها خفيف. الديسك بتاعي خفيف. light disc، الديسك ده اللي انا بحركه طبعا على التيبل that slides on a small table with holes. التيبل اللي بيتحرك عليها بيقول لي بتكون سموث يعني ناعمه، وكمان بيكون فيها هولز يعني ايه؟ فتحات. طب لو بصينا كده على الايديا بتاعتي، بص على الايديا بتاعتي. الايديا بتاعتي بتاعت الاير هوكي، الفتحات اهي، ادي الهولز بتاعتي بتطلع اير كارنت او تيار هواء. الاير كارنت ده بيرفع الديسك شويه عن التيبل، عن الترابيزه، فلما بيتحرك بتلاقيه بيتحرك في ايه؟ براحته. فبيقول لك a continuous stream of air، يعني استمرار تدفق الهواء is pushed through a many small holes، اللي بيطلع من فتحات صغيره. بيعمل ايه؟ بيقول لي بيخلي التيبل سيرفيس to reduce the friction، بيقلل الاحتكاك between the disk and the table. يبقى الهواء اللي بيطلع من السمول هولز بيقلل الريزيستنس او بيقلل الفريكشن او بيقلل الاحتكاك اللي ما بين الديسك وما بين مين؟ وما بين التيبل. دي الفكره بتاعت الاير هوكي. قبل ما نبدا يا شباب في بارت 2 من ليسون 1، عايزين الاول نحل كده ايفالويشن موجود على البورت الاول اللي احنا خدناه في الحصه اللي فاتت، عشان نفتكر كده الاجزاء اللي احنا خدناها في الحصه اللي فاتت كانت عامله ازاي. تعال كده نبدا بسم الله. اول حاجه عندي كان الكويشن نمبر 1، force is measured in A units by a device called A. هو الفورس كانت بتتقاس بوحده اسمها ايه؟ الميجرنج يونت بتاعت الفورس كان اسمها يا شباب طبعا على اسم العالم اللي عمل الرول اللوز بتاعتي، كان اسمها نيوتن. طيب الديفايس كان اسمه ايه؟ برضو الديفايس او الجهاز اللي كان بيقيس الفورس كان اسمه نيوتن
متر، على اسم العالم برضو اللي اخترع نيوتنز laws of motion. طيب نبدأ بقى بعد كده في السؤال نمبر 2. If two forces acting on an object are A in magnitude and A in direction along the same line، على نفس اللاين، لازم يكون الفورس بتاعتهم في الاخر ايكوال زيرو. خلي بالك احنا قلنا زي لعبة شد الحبل، امتى يكون الفورس التوتال بتاعها بزيرو؟ لما يكون الفورس بتاعت صاحبك قد الفورس بتاعتك، محدش هيتحرك، وطالما في الاوبوزيت دايركشن بعمل لهم ماينس، يبقى ساعتها النت فورس او الفورس النهائيه هتكون بايه؟ هتكون بزيرو. يبقى هقول له هنا if the two forces acting on the object are equal in magnitude، يعني بيساووا بعض ولازم يكونوا opposite في الدايركشن. لو equal in magnitude و opposite في الدايركشن فساعتها الفورس بتاعت النهائيه هتكون بزيرو. نخش على السؤال نمبر 3. بيقول لي a box placed on the top of the moving car. فاكرين احنا لما قلنا التجربه دي لما يكون في بوكس محطوط على العربيه من فوق والعربيه ماشيه والبوكس بيبقى ماشي معاها، لو العربيه الكار ستوبس suddenly، لو وقفت فجاه، فاكيد البوكس ده موفز، هيتحرك فورورد. يعني ايه فورورد؟ هيتحرك للامام، لان هيكون عنده حاجه اسمها انيرشا. لو احنا فاكرين المروحه شلنا الفيشه بتفضل تكمل حركه، نفس الكلام البوكس فوق العربيه كانت ماشيه والبوكس ماشي معاها، وقفت فجاه البوكس هيفضل مكمل حركه لقدام، يبقى هيتحرك فورورد الى الامام. طب ده على حسب قانون ايه؟ النيوتن فيرست لو اللي احنا خدناه. طب نخش على السؤال نمبر 4. بيقول لي the greater the A of the moving car is A the its inertia. طبعا احنا اتكلمنا ان الماس كل ما تزيد، يعني الكتله بتاعت العربيه الماس كل ما يحصل لها increase، كل ما تكون greater، كل ما يكون عندي greater inertia او inertia. حلو. السؤال نمبر 2 او السؤال بي، سوري يا شباب، عارف الشاشه ساعات بتعمل كده حاجات غريبه، عادي يعني مش مشكله. ماشي اهو. طب اتمسحي، طب ايه، طب يلا ماشي، بسم الله. يلا السؤال نمبر بي بيقول لي the opposite figure في الشكل اللي قدامك represents a stationary object acted upon by two forces. عندك stationary object جسم ساكن ما بيتحركش، اتأثر بتو فورسز. خلي بالك زي ما احنا شايفين ان فورس بتأثر كده وفي فورس بتأثر كده، يعني في الاوبوزيت ايه؟ في الاوبوزيت دايركشن. المره اللي فاتت قلنا لو في تو فورسز بتأثر في الاوبوزيت دايركشن بعمل لهم ماينس. طيب هنا هنلاقي الفورس بتاعتي 100 وهنا الفورس بتاعتي 20، يبقى الريزلتنت اوف ذيس فورسز ايه؟ النتيجه النهائيه بتاعت الفورسز دي ايه؟ هقول له 100 ماينس 20 يطلع لي 80 نيوتن، وهي دي الريزلتنت فورس. الريزلتنت فورس طالما عندي تو فورسز في الاوبوزيت دايركشن بعمل لهم ماينس، فعملت 100 ماينس 20 فطلع لي الفورس بتاعتي بكام؟ ب 80. will the object remain stationary؟ بيقول لي لما الاوبجكت يفضل ساكن ولا هيفضل or will it move ولا هيتحرك، واكسبلين واشرح. هو البوكس ده هيتحرك ولا مش هيتحرك؟ طبعا هيتحرك لان في فورس بتأثر عليه في الاتجاه ده. التوتال بتاعها هيكون في الاخر بكام؟ ب 80. بعد ما عملت الاتنين ماينس لبعض لقيت ان في قوه 80 هتأثر في الرايت، يبقى اقول له كده the box will move on the right، طبعا في اتجاه اليمين on the right direction، في اتجاه الرايت direction. ليه بقى؟ because the two forces، لان التو فورسز هنا is unbalanced or unbalanced. يعني ايه are unbalanced؟ يعني غير متوازنين، عشان كده البوكس ده يتحرك، لان عشان يكون القوتين متوازنين لازم الاثنين يكونوا ايكوال لبعض. طب هل هنا القوتين ايكوال لبعض؟
لا، يبقى هنا التو فورسز unbalanced، فعشان كده البوكس بتاعي هيتحرك في الرايت دايركشن او في اتجاه الايه؟ الرايت، في الاتجاه اللي فيه فورس اكبر. اتفقنا؟ اتفقنا. نخش بعد كده على correct the underline word. اول حاجه بيقول لي نيوتن believed that the object don't continuous in motion unless a force continuously acted on them. دلوقتي انا قلت لك، بيقول لي ان مفيش جسم قلت مفيش جسم بيقف. هل مفيش جسم بيكمل حركه الى ما لا نهايه؟ قلنا المره اللي فاتت في جسم بيكمل حركه الى ما لا نهايه طالما ما تاثرش في فورس. انا شوت كوره، لو مفيش فريكشن فورس الجسم يقدر يكمل، او الكره تقدر تكمل حركه الى ما لا نهايه. امال مين اللي قال لازم الجسم يقف؟ عالم اسمه، اول عالم خدناه كان اسمه ارسطوطل. هو بالعربي كان اسمه ارسطو، لان هو في اي كتاب لو انت قريت كتاب بالعربي كده هتلاقي اسمه ارسطو، لكن هو اختصروا الاسم، لكن هو اسمه ارسطوطل. تمام؟ ده العالم اللي قال ان مفيش اوبجكت هيكمل حركه دونت كونتينيو ان موشن، مش هيقدر يكمل حركته. لا، انا اثبتت لك المره اللي فاتت ان في اجسام تقدر تكمل حركه الى ما لا نهايه لو ما تاثرتش بفريكشن ايه؟ بفريكشن فورس. طيب بيقول لي the speedometer works to maintain constant velocity. ده اللي لسه واخدينه النهارده الابلكيشن. هو مين اللي كان بيحافظ على العربيه بكونستانت فيلوسيتي؟ كان حاجه اسمها كروز كنترول. الكروز كنترول هو اللي بيتحكم في العربيه بكونستانت انها تمشي بكونستانت فيلوسيتي بسرعه ثابته. نخش على السؤال نمبر 3. بيقول لي if two forces of 6 نيوتن و6 نيوتن، two forces قد بعض اهو، act on stationary object، ركز كده، on the same direction، يعني الاثنين بيزقوا في نفس الدايركشن. يعني لو عندي البوكس اهو الاثنين بيزقوا كده، دي 6 نيوتن ودي برضو 6 ايه؟ ودي 6 نيوتن. يبقى النت فورس بتاعتهم بكام؟ طالما الاثنين بيزقوا في نفس الدايركشن بعمل لهم بلس، يبقى 6 بلس 6، يبقى هنا هقول له 12 نيوتن بدل 3 نيوتن، يبقوا 12 نيوتن. السؤال نمبر 4. The scientist Galileo established. السؤال نمبر 4. The scientist Galileo established 3 laws to explain. طبعا اللي عمل 3 laws اكيد اول ما يقول لك 3 laws كده على طول طبعا يبقى العالم نيوتن. العالم نيوتن هو اللي عمل ال 3 ايه؟ ال 3 laws. بدل جاليليو نحط نيوتن. طيب بعد كده نخش على الساينتفك تيرم. الساينتفك تيرم هنا بيقول لي ايه؟ لا ده مش ساينتفك تيرم هنا، ده بيقول لي اكسبلين، اشرح. طيب بص على الصوره الاولى. بص على الصوره الاولى كده يا صديقي، هتلاقي ايه؟ هتلاقي كده عندك سايكلست او واحد اللي هو بيسوق دراجه بيمشي، فخبط في ستون او خبط في حجر، فبدا ان هو يتحرك فورورد، موف فورورد يعني يتحرك للامام. فبيقول لك the reason، السبب for the rushing of the cyclist forward when he collides، يعني خبط with stone، خبط في حجر as shown in the opposite figure. هو ليه بيتحرك للامام؟ تعالى كده اقول لك الاجابه. هقول له because السايكلست ده اللي هو بيسوق العجله، because cyclist resist يعني بيقاوم the sudden change. السادن تشينج يعني التغير المفاجئ، sudden change of motion. طيب according يعني بحسب اللي اتقال في قانون، في نيوتنز فيرست لو. طيب احنا طبعا في الانيرشيا يا شباب، في الانيرشيا قلنا في الانيرشيا ان اي جسم بيحاول يقاوم التغير المفاجئ. المروحه لما كانت بتمشي ما بتقفش في لحظتها لانها بتقاوم التغير اللي بيحصل في تغير. المروحه كانت بتمشي، انا عايز اثبتها، مش هتثبت مره واحده، هتقاوم شويه التغير اللي حصل. نفس الكلام، هو كان بيتحرك بدا ان هو خبط فوقف فجاه،
فجسمه هيقاوم السادن تشينج. يبقى اقول له because cyclists resist the sudden change او التغير المفاجئ of the motion according to ايه؟ to Newton's first law. طب بيقول لي السؤال الثاني the air hockey disc maintains its state هتحافظ على حالتها of motion for a long time after being pushed on the table surface. هو ليه الديسك ده بيفضل محافظ على حركته لمدة طويلة؟ هقول له because the air blowing from the small holes بسبب الهواء اللي طالع من السمول هولز اللي قلنا موجوده في التيبل. بيعمل ايه الاير ده؟ بيعمل ايه؟ بقول له ريديوس هيقلل the friction الاحتكاك between disk and table. تاني احنا قلنا ان في هواء بيطلع من سمول هولز او فتحات صغيره موجوده في التيبل. الاير ده بيعمل ايه؟ بيعمل ريديوس ذا فريكشن بتوين ذا ديسك اند تيبل. بيقلل الاحتكاك ما بين الديسك والتيبل. عشان كده قلنا ان الديسك ده بيقدر يتحرك فريلي او براحته على التيبل او على الترابيزه. اتفقنا بكده نكون خلصنا ايفالويشن كده صغير موجود على الجزء الاول. طب نخش بعد كده على الجزء الثاني اللي هو بيكلمني على نيوتن سكند لو. صلى على النبي بقى عشان دي قصه جديده. صلى على النبي يا صديقي. هنبدا دلوقتي في نيوتن سكند لو. خلي بالك يا صديقي ان نيوتن فيرست لو كان مرتبط بحاجتين. مرتبط ان يكون جسم عندي ستيشنري او ثابت، او يكون عندي جسم ماشي بكونستانت سبيد او بسرعه ثابته. اما نيوتن سكند لو بيكون ليه علاقه ان انا بعمل تشينج في الفيلوسيتي في السرعه. التشينج في الفيلوسيتي ازاي؟ سواء اخلي الفيلوسيتي انكريز او الفيلوسيتي ديكريز. دلوقتي لو انا ماشي بعربيه دوست على البنزين، على دواسه البنزين، العربيه السرعه بتاعتها هتزيد. طب لو دوست على الفرامل السرعه بتاعت العربيه هتقل. يبقى انا كده بتحرك بالنسبه لنيوتن سكند لو طالما حصلت تشينج في الفيلوسيتي او تغير في السرعه. طالما السرعه بتاعتي اتغيرت يبقى انا كده بتكلم عن نيوتن سكند لو. نيوتن سكند ايه؟ لو. طب خلي بالك ان اللي تشينج في الفيلوسيتي ده بيكون مينز او بيعني حاجه. ايه الحاجه دي؟ حاجه اسمها اكسلريشن. الاكسلريشن ده هو اللي تشينج في الفيلوسيتي او التغير في السرعه، سواء الفيلوسيتي دي حصل لها increase او decrease. يبقى تاني انا دلوقتي لما بتكلم عن نيوتن سكند لو في دماغك على طول اعرف ان الفيلوسيتي بتاعتي حصل لها تشينج او اتغيرت، سواء حصل لها increase او سواء حصل لها decrease. حلو قوي. طب دلوقتي هو الفيلوسيتي لما يحصل لها increase او decrease دي means ايه او بتعني ايه؟ بتعني حاجه اسمها acceleration اللي هو التسارع. التسارع ده اللي هو معناه ان الفيلوسيتي بتاعتي increase او decrease. بص كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي نيوتن سكند لو explains the effect of the net force. طبعا انا لما بدي العربيه فورس زياده فالسرعه بتاعتها بتقل، او بديها فورس قليله فالسرعه ممكن بتاعتها سوري انا قلت لما بديها فورس اكتر فالسرعه بتاعتها او الفلوسيتي بتاعتها انكريز. طب لو قللت الفورس اللي بديها لها دلوقتي، انا لو شلت رجلي من على دواسه البنزين ايه اللي هيحصل للسرعه؟ واحده واحده الفلوسيتي بتاعتها تبدا تقل لان انا قللت الفورس. طب هزود الفورس تاني الفلوسيتي بتاعتي هتزيد تاني. طب حلو قوي. بيقول لي هنا طيب هل القوه اللي هنا اللي هتحرك العربيه هتكون بالانسد ولا ان بالانسد؟ هتقول لي يا مستر ان بالانسد. ليه بقى ان بالانسد؟ تعالى كده واقول لك ايه اللي هيحصل. بص كده يا صديقي، تعالى اشرح لك كده حاجه صغيره. بص دلوقتي العربيه بتاعتي بتتاثر بكام فورس؟ بتتاثر بتو فورسز. اول فورس حاجه اسمها اكتنج فورس اللي هي قوه الموتور. القوه اللي الموتور بيديها للعربيه حاجه اسمها اكتنج ايه؟ اكتنج فورس. طب القوه الثانيه بتكون في الاوبوزيت دايركشن اسمها ايه؟ اسمها فريكشن فورس، قوه الاحتكاك.
طب دلوقتي عشان العربيه سرعتها تزيد لازم الاكتنج فورس تكون اكبر من الفريكشن فورس، اكبر منها مش ايكوال لبعض. طالما قوه اكبر من قوه يبقى بالانسد ولا ان بالانسد؟ طبعا ان بالانسد، غير موزونين، لان في فورس اكبر من فورس تانية. يبقى تاني علشان اقدر اعمل انكريس في الفيلوسيتي او ازود السرعه لازم يكون عندي فورس بيجر ذان فورس، اكبر من فورس تانية. طب هما ايه التو فورسز اصلا؟ عندي قوتين بيأثروا على الكار. اول فورس عندي اكتنج فورس، والناحيه الثانيه بيكون في فريكشن فورس او قوه ايه؟ احتكاك. طيب عشان العربيه تمشي بسرعه لازم الاكتنج فورس تكون اكبر من الفريكشن فورس، عشان لما تكون اكبر العربيه تقدر تزود في السرعه بتاعتها. لكن لو الاثنين قد بعض لا، بقى هنا بقى في ايه؟ بالانسد فورس. هنا العربيه ممكن تقف او تمشي بكونستانت فيلوسيتي او بسرعه ايه؟ بسرعه ثابته. انا عايز العربيه تزود سرعتها. طب انا دلوقتي عندي فريكشن فورس، قوه احتكاك، فلازم الاكتنج فورس تكون اكبر من الفريكشن فورس علشان تقدر ان انا اعمل انكريس في الفيلوسيتي او ازود الايه؟ السرعه بتاعتي. اتفقنا؟ اتفقنا. طب دلوقتي احنا قلنا هنا ان في unbalanced فورس، قوتين غير متوازنين. يعني هنا الفورس بتاعتي في الاخر doesn't equal زيرو، مش هتساوي ايه؟ مش هتساوي زيرو، لان انا هنا قلت اتنين مش قد بعض. يعني دلوقتي لو قلت لك ان مثلا الاكتنج فورس ب 20 يبقى الفريكشن فورس مثلا ب 10، يبقى الاتنين مش قد بعض. طب هما مش في الاوبزيت دايركشن؟ بعمل ايه؟ بعمل ماينس، يبقى اقول له الفورس النهائيه equal 20 minus 10 equal 10 نيوتن. طب بص كده، هل في الاخر الفورس بتاعتي بقت ايكوال زيرو؟ لا، لان الاكتنج فورس بقت اكبر من الفريكشن فورس، يعني القوتين هنا ايه؟ امبالانسد. يبقى خلي بالك في نيوتن سكند لو عمر ما الفورس ايكوال زيرو، لكن في نيوتن فيرست لو كانت الفورس ايكوال زيرو، لان في نيوتن فيرست لو كنت بتكلم عن البالانسد فورس، في نيوتن سكند لو بتكلم عن unbalanced فورس. حلو حلو. طب دلوقتي لما يكون عندي unbalanced فورس الفيلوسيتي او السرعه بتاعتي تشينجز هتتغير، سواء هيحصل لها انكريز او سواء هيحصل لها ديكريز. طب طالما الفيلوسيتي بتاعتي تشينجز، ايه اللي بقى عندي موجود؟ حاجه اسمها اكسلريشن. الاكسلريشن يا شباب هي اللي تشينج في الفيلوسيتي، التغير في السرعه. طالما الفيلوسيتي اتغيرت يبقى بقى عندي حاجه اسمها اكسلريشن. طب الاكسلريشن دي هل لما السرعه تزيد ولا تقل؟ هقول لك في الحالتين اهم حاجه ان الفيلوسيتي بتاعتي تتغير، ما ينفعش الفيلوسيتي بتاعتي تكون كونستانت. عارف لو الفيلوسيتي كونستانت او ثابته ساعتها الاكسلريشن دي هتبقى بزيرو. يبقى علشان يكون عندي اكسلريشن لازم يحصل تشينج في الفيلوسيتي او تغير في السرعه، سواء حصل انكريز او حصل ديكريز. طب حلو قوي، بص كده هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي استاذه شاشه ممكن ماشي. هنا بيقول لي the concept of acceleration. مثلا اول حاجه بيقول لي when its velocity increase over time، لو الفيلوسيتي زادت هيحصل acceleration. طب لو الفيلوسيتي decrease قلت برضه هيحصل acceleration. طب دلوقتي امتى كمان يحصل acceleration؟ بص دي عايزك تركز فيها بقى، فيها تركايه. دلوقتي انا لو ماشي بسرعه ثابته بس حصل ملف، جيت الف، لما الف في كيرف، فحتى لو انا سرعتي ثابته كده كده السرعه بتاعتي هتتغير في الكيرف. عارف انت لما بتكون ماشي بعربيه وبعد كده تلاقي العربيه ماشي طالعه على كوبري كده، بس الكوبري واخد كيرف، فتلاقي سرعه العربيه ايه؟ بتقل. حتى لو انا ماشي بسرعه ثابته، لو انا مشيت في كيرف فالسرعه بتاعتي بتقل شويه. فطالما السرعه حصل لها تشينج او اتغيرت يبقى انا كده مشيت باكسلريشن. اكسلريشن معناها اللي تشينج في الفيلوسيتي، اكسلريشن تشينج في الفيلوسيتي، اكسلريشن تشينج في، حصل انكريز او ديكريز في الفيلوسيتي يبقى اكسلريشن، حصل انكريز او ديكريز يبقى اكسلريشن. اتفقنا؟ اتفقنا. يبقى هنا بيقول لي when the direction of its motion changes، لو الدايركشن بتاعي بدل ما انا كنت ماشي في ستريت دايركشن مشيت في كيرف، السرعه بتاعتي لازم تتغير، فاكيد هيحصل عندي ايه؟ اكسلريشن. طب بص معايا كده يا صديقي الجزء اللي جاي ده.
انا مش عارف مالك يا شاشه النهارده، مش عارف مالك. ماشي، تعال نخش بقى على الجزء اللي جاي. بص كده، تعال نشوف الديفينيشن بتاع الاكسلريشن اهو. مهم لاقصى درجه. الاكسلريشن هي اللي تشينج ان ذا فيلوسيتي اوف ذا اوبجكت بير يونت تايم. يعني لازم يحصل تشينج في الفيلوسيتي مع التايم. انا ماشي، التايم بيتغير والفيلوسيتي بتتغير، ساعتها اقول ان انا يكون عندي اكسلريشن. حلو قوي. او هي برضو الرول او الديفينيشن بتاعها الثاني the rate of a change of the velocity. اول ما تلاقي كلمه change وvelocity يبقى على طول acceleration. اول ما تلاقي في الديفينيشن change مع velocity يبقى على طول ايه؟ acceleration من غير ما تفكر. حلو. طب ايه بقى النيوتن سكند لو؟ ركز معايا بقى في النيوتن سكند لو. بيقول ايه؟ بيقول لي if a net force act on an object of mass it causes the object to have an acceleration. بيقول لي لو الفورس اللي انا اثرت بيها خلت الاوبجكت عنده acceleration. يعني ايه acceleration يا مستر؟ يعني اللي تشنج في الايه يا بابا؟ في الفيلوسيتي. يعني لو انا عملت فورس خلت العربية سرعتها تزيد او سرعتها تقل، يعني خلت العربية عندها acceleration in the same direction. ولازم الاكسلريشن يكون في نفس الدايركشن بتاع الفورس. يعني انا اديت للعربية فورس كده، فالاكسلريشن او التسارع هيكون كده. حلو قوي. يبقى تاني، يبقى لو انا اديت او النت فورس اللي هديها للاوبجكت اللي عنده ماس معينه، فلما اديها للعربيه، العربيه هيكون عندها اكسلريشن، تشينج في الفيلوسيتي، سرعتها هتتغير. فلما سرعتها تتغير يبقى بقى عندها اكسلريشن، بس لازم التغير يكون في السيم دايركشن بتاع مين؟ بتاع الفورس. ما انا هزق العربيه كده، يبقى اكيد السرعه هتزيد كده. طب لو انا دوست على الفرامل بتخلي العربيه تتكلبش في الارض. يعني بتدي ايه؟ العربيه لو ماشيه كده الفرامل بتدي قوه العكس عشان توقف الايه؟ العربيه ماشيه كده عايز اوقفها، فهديها قوه في الاوبوزيت دايركشن. يبقى الفرامل بتبطئ العربيه في الاوبوزيت دايركشن، يبقى برضو نيوتن سكند لو. يبقى خلي بالك، الفورس اللي لازم تغير الفيلوسيتي، لازم الفورس اللي بتعمل تشنج في الفيلوسيتي اللي بتديني اكسلريشن، لازم الفورس تكون في نفس الدايركشن بتاع اللي تشنج التغير. انا دلوقتي السرعه بتزيد كده، يبقى انا اديت الفورس كده. طب دلوقتي السرعه لما تيجي تقل لازم يكون الفورس اللي هديها في الاوبوزيت دايركشن، فالعربيه سرعتها بتقل، يبقى انا كده بدي في الاوبوزيت ايه؟ في الاوبوزيت دايركشن. طيب يبقى ده نيوتن سكند لو. يبقى اول ما يجي في دماغك نيوتن سكند لو اعرف ان يرتبط مع الاكسلريشن اللي هو اللي تشنج في الفيلوسيتي. اللي تشنج في الايه؟ في الفيلوسيتي. خلي بالك بقى، انا عندي رول هنا وهحل عليه مسائل. الاكسلريشن ايكوال ايه؟ لو عايز احسب الاكسلريشن اللي هي الرمز بتاعها او السيمبل بتاعها ايه؟ ايكوال فورس ديفايدد ماس. فورس ديفايدد ماس. تاني، لو عايز احسب الاكسلريشن فورس ديفايدد ماس. وهنشوف دلوقتي هنحل بيه ازاي. طب الفورس كانت الميجرنج يونت بتاعتها ايه؟ نيوتن. طب الماس كيلو جرام. طب الاكسلريشن اليونت بتاعتها ايه؟ في 2 يونتس. دلوقتي الفورس بالنيوتن والماس بالكيلو جرام، يبقى ينفع اقول له كده ان الاكسلريشن اليونت بتاعتها نيوتن ديفايدد كيلو جرام. تنفع. وفي يونت تانية برضو بتقيس الاكسلريشن، ايه هي؟ متر بير سكند باور 2. يبقى اليونت مهمه. خلي بالك، لو السؤال جه اساي يعني جه وقال وقال لك حل لي البروبلم او المساله دي، لازم تكتب اليونت، وهنشوف دلوقتي ازاي. يبقى تاني، الاكسلريشن ليها كام يونت؟ 2. لو من الرول ده الاكسلريشن ايكوال فورس اللي هي بالنيوتن ديفايد الماس بالكيلو جرام، يبقى نيوتن ديفايدد كيلو جرام. طب في يونت تانية اللي هي متر بير سكند باور 2. طب ما تيجي كده نشوف ازاي نقدر نحل على الاكسلريشن. بص يا صديقي،
دلوقتي اهو سؤال ورول بتاعه اهو، يلا كده بسم الله. اول سؤال، السؤال طبعا الاول محلول، بيقول لي كالكوليت ذا اكسلريشن. دلوقتي احنا اول مره يا صديقي واحنا بنحل في منهج الساينس بنحل مسائل فيزيكس، فخلي بالك بقى ان مسائل الفيزيكس بالنسبه لي هقول لك على الطريقه اللي تقدر تحل بيها اي بروبلم بسهوله. طيب صلى على النبي، اول ما تلاقي كلمه كالكوليت كذا الاكسلريشن هنطلع السيمبل بتاع الاكسلريشن اللي هو الاي على جنب ونكتب ايكوال علامه استفهام انت عايز تحسبها. يبقى لازم اول حاجه وانا بحل البروبلم اطلع الجيفنز على جنب. يبقى اول حاجه اهو قلت له كالكوليت ذا اكسلريشن، حطيت الاكسلريشن ايكوال علامه استفهام. with which a car whose mass in 1000 كيلوغرام، الماس هطلعها على جنب اهي، الماس 1000 كيلو جرام. الله عليك. طيب اللي بعده moves if its engine force، الانجن فورس 1300 نيوتن، الفورس بتاعت الانجن equal 1300 نيوتن with neglecting other acting force. طيب دلوقتي انا هنا neglecting معناها مع اهمال اي فورس تانية. دلوقتي انا معايا الماس ومعايا الفورس وعايز اجيب الاكسلريشن. بص الرول بتاعي يا صديقي اهو، الاكسلريشن ايكوال فورس ديفايدد ماس. الاكسلريشن اهي انا عايزها، وادي الفورس ديفايدد الماس، يبقى اقول له الاكسلريشن ايكوال فورس ديفايدد ماس. الفورس عندي ب 1300 حطيتها ديفايد ال 1000 بتاعت الماس اهي اللي موجوده عندي حطيتها ايكوال. على الكالكوليتر بقى بتستخدمها تطلع معاك 1.3. ومش هنسكت، اول ما تطلع الرقم لازم تكتب يونت. اول ما تطلع الرقم ده لازم بعدها تكتب اليونت عشان ما تنقص. ايه اليونت بتاعت الاكسلريشن؟ اكتب له يا اما اقول له نيوتن ديفايدد كيلو جرام، يا اما اقول له متر بير سكند باور 2. اتفقنا؟ اتفقنا. طب ده بالنسبه للسؤال الاول. طب لو جينا للسؤال الثاني، السؤال نمبر 2، بص كده بيقول لي كالكوليت. اول حاجه نطلع الجيفنز زي ما قلت لك، كالكوليت ذا نت فورس. كالكوليت ذا نت فورس يعني اقول له كده الفورس ايكوال علامه استفهام عايز اجيبها. acting on a car its mass equal 1200 كيلو جرام. بص كده على جنب، الماس equal 1200 كيلو جرام اهو على جنب اهو بكل سهوله. قال لي الماس بكذا، طلعت الماس بكذا. causing it to move with acceleration equal 3. طب حلو، يبقى على جنب كده اقول له الاكسلريشن equal 3 متر بير سكند باور 2. طيب يبقى هنا هو عايز يحسب الفورس اهو، الفورس جنبها علامه استفهام زي ما انا طلعت. هعمل ايه؟ هكتب الرول بتاعي، ادي الاكسلريشن وادي الفورس وادي الماس. عشان احسب الفورس يبقى اقول له اكسلريشن باي ماس، يبقى الفورس ايكوال اكسلريشن باي الماس، يبقى ايكوال 3 باي 1200. على الكالكوليتور هعملها فهيطلع في الاخر ايكوال ايه؟ الرقم اللي هيطلع 3600. واوعى تنسى ان الفورس بتتقاس بالنيوتن، يعني احط له هنا ايه؟ ان 3600 نيوتن. طب تعالى سؤال تاني، يلا مش هنزهق. سؤال كمان اهو، يلا. ايه ده، مفيش سؤال كمان تاني ولا ايه؟ هو السؤال كده؟ دي بيج كام؟ ماشي، دي بيج 92 ودي بيج كام؟ 93. دي فين البيج؟ 93. حلو، مفيش سؤال تاني. طيب بص كده، تعالى هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي فاكتورز افكتنج على الاكسلريشن. ايه الحاجات اللي ممكن تاثر على الاكسلريشن يا صديقي؟ تعالى كده نشوف مع بعض. اول حاجه ممكن تاثر على الاكسلريشن الماس، الكتله. كل ما الماس
increase كل ما الاكسلريشن decrease. مش فاهم يا مستر. دلوقتي لو جيت قلت لك انت عندك بوكس اهو، بوكس واحد، البوكس ده طبعا اللي عنده ماس. طبعا عندك بوكسين، البوكسين يعني عندهم كام ماس؟ 2 ماس. امتى السرعه تتغير او تشد البوكس بسرعه اكبر؟ هتقول لي لما يكون ماس واحده هقدر اشد البوكس بسرعه اكتر، يبقى الاكسلريشن هتكون اكبر. اما هنا لما يكون عندي 2 ماس طبعا الاكسلريشن بتاعتي هتقل، لان هيبقى صعب ان انا اشد البوكسين مع بعض. حلو قوي. يبقى كل ما الماس انكريز كل ما يكون الاكسلريشن بتاعتي decrease. The object X with greater mass moves with less acceleration. كل ما يكون الماس اكبر كل ما الاكسلريشن بتقل. اديني قلت لك اكسلريشن يعني بغير في السرعه. دلوقتي انت لو عندك عربيتين، عربيه صغيره وعربيه كبيره، والعربيتين عطلانين على الطريق وعايز تزقهم، مين هيتزق اسرع؟ مين هتغير في سرعته اكتر؟ مين اللي هيكون عنده تشنج في الفيلوسيتي اكبر، اكسلريشن اكبر؟ اكيد اللي عنده ماس صغيره. هتيجي تزق فهتلاقي السرعه بتاعته زادت بسهوله. اما لو عربيه كبيره هتيجي تزقها هتحس ان هي لو اتحركت حتى الفيلوسيتي او السرعه بتاعتها عماله تتغير ببطء، يبقى الاكسلريشن بتاعتها صغيره. يبقى الماس inversely proportional with acceleration. معنى كلمة inversely معناها ان هم عكس بعض. الماس is inversely proportional with acceleration. اتفقنا؟ اتفقنا. طب ايه تاني ممكن يأثر على الاكسلريشن؟ الفورس. دي سهلة بقى. انا كل ما ازود القوة بتاعتي او الفورس بتاعتي الجسم هيمشي اسرع، فالاكسلريشن بتاعتي هتزيد. يبقى الفورس directly proportional with acceleration. الفورس is directly proportional with acceleration. كل ما الفورس increase كل ما الاكسلريشن بتاعتي increase. اتفقنا؟ اتفقنا يا شباب. طيب نيجي بعد كده للجزئيه اللي بعدها. بص اهو، تعالى كده بص على الكيرف ده. اي علاقه انفرس بيكون الكيرف شكله عامل كده. اي علاقه انفرس ادي الاكسلريشن وادي الماس، قلنا العلاقه بينهم انفرس يعني عكس بعض، فالكيرف بيكون نازل كده. معنى ايه ان الكيرف نازل كده؟ ان كل ما الماس انكريز، الماس كده بتزيد، فالاكسلريشن عماله تقل. كده الماس انكريز وكده الاكسلريشن عماله تقل، يبقى عكس بعض. طب هنا الاكسلريشن والفورس قلنا ان هما دايركت، يعني كل الاتنين بيزيدوا مع بعض، فاهو الخط طالع لفوق. معناها ايه؟ ان الفورس لما انكريز يبقى الاكسلريشن برضو انكريز. هنا دايركت ريليشن شيب، هنا انفرس ريليشن شيب. اوعى تنسى دي الرسمه بتاعت الانفرس دايما ودي الرسمه بتاعت الدايركت دايما. يبقى دي انفرس ريليشن شيب علاقه عكسيه عكس بعض، ودي دايركت ريليشن شيب علاقه طرديه يعني مع بعض بيزيدوا بيزيدوا مع بعض. يبقى كل ما الماس انكريز كل ما الاكسلريشن يحصل لها يحصل لها ديكريز اهي. بص كده، كل ما الماس انكريز كل ما الاكسلريشن ديكريز. طب كل ما الفورس انكريز طبعا سرعه العربيه هتزيد، فالاكسلريشن بتاعتي هيحصل لها هيحصل لها انكريز. بص بقى الجزئيه اللي جايه دي، اقسم بالله بحلف ان الجزئيه دي لو قريتها من الكتاب بالنسبه للطريقه اللي هقولها لك ملهاش اي لازمه من الكتاب، وهسهلها لك جدا. والسؤال ده بالنسبه لطلبه كتير صعب. دلوقتي لو سمعتوا مني اي سؤال هيجي لك في الحته اللي جايه دي اللي انا هشرحها دلوقتي هتلاقيها بالنسبه لك تافهه. بص السؤال بيجي ازاي. بيقول لك what happened to the acceleration. ايه اللي هيحصل للاكسلريشن في الكيزز او الحالات دي؟ اول كيس بيجي لك السؤال كده، بيقول لك what happened to acceleration امتى؟ if the net force acting on an object is doubled يعني ايه؟ بقت الضعف. يعني لو هي 1 بقت 2، لو هي 1000 بقت 2000، لو هي 10000 بقت 20000، زادت الدبل. طب نحل السؤال ده ازاي بسهوله؟
تعالى بقى اقول لك ازاي تحله بذكاء. اول حاجه عايزك تعملها، سألك في اكسلريشن وفورس تكتب القانون اللي بيجمع الاثنين مع بعض. ايه القانون؟ اهو الرول بتاعي، اكسلريشن ايكوال فورس ديفايدد ماس. سهله اهي، اكسلريشن ايكوال فورس ديفايدد ماس. صلى على النبي. جه قال لك الفورس دبلت، يبقى تحط هنا جنب الفورس 2. طب هل جاب لك سيره الماس؟ لا، يعني معنى كده ان الماس كونستانت، معنى ان الماس كونستانت تحطها ب1. اي حاجه ثابته ما اتغيرتش، هو ما قاليش ان الماس اتغيرت، يبقى احطها بكام؟ ب1. هو قال لي ايه هنا؟ قال لي ان الفورس دبلت، معنى ان الفورس دبلت يعني بقت 2. طيب يبقى حطيت الفورس ب2 والماس بكام؟ ب1. طب هو انا عشان احسب الاكسلريشن بعمل ايه؟ فورس ديفايدد ماس، يبقى اقول له 2 ديفايدد 1 في الاخر هيطلع ايكوال 2، يعني الاكسلريشن بقت 2. يعني معنى كده ان الاكسلريشن انكريز تو دبل هي كمان، لانها بقت كام؟ بقت 2. يبقى اي حاجه يقول لك انها دبل ده هتحط جنبها 2. طب واي حاجه كونستانت هتحط جنبها 1. طب يلا واحد كمان، واحد كمان، بص كده. ايه ده؟ ماشي واحد كمان، هو المفروض كان في واحد كمان اهو. واحد هنا اهو، بص كده بيقول لي if the mass of the object is double. تعال نكتب الرول اهو. force acceleration equal force divided mass. if the mass of the object is double، طالما قال لك الماس دبل يبقى حط جنب الماس 2. while the net force acting is remains constant، يعني الفورس هتفضل كونستانت، هتفضل بكام؟ هتفضل ب1. طيب بيقول لي ايه اللي هيحصل؟ نفس السؤال، ايه اللي هيحصل للاكسلريشن؟ هقول له ايه؟ الاكسلريشن من الرول فورس ديفايدد ماس، الفورس ب1 والماس بكام؟ ب2، يبقى الاكسلريشن ايكوال 1 اوفر 2، يعني الاكسلريشن ديكريس تو ايه؟ تو هاف. يبقى اقول له ذا اكسلريشن ديكريس تو هاف. واحد كمان، يلا واحد كمان، هو مديني واحد كمان اهو، يلا كده بسم الله. بص كده يا صديقي، ركز في ده قوي، ركز فيه قوي. بص كده السؤال اهو، بيقول لي ايه؟ بيقول لي if the net force acting on an object is doubled. هكتب الرول، اول ما تلاقي كلمه doubled وهافد والكلام ده تكتب الرول على طول. الاكسلريشن equal force divided mass. هو قال لي كده ان الفورس دبلد، معنى ان الفورس دبلد يعني بقت 2، الفورس بقت 2 and its mass is decreased to half. بيقول لي ان الماس قلت للهاف، يبقى اقول له كده طالما قال لي decrease to half يبقى هحط الماس جنبها هاف. تاني، طالما قال لي الماس هاف decrease to half يبقى احط جنبها هاف. قال لي الفورس increase to double يبقى احط جنبها 2. طب عشان اجيب الاكسلريشن هعمل ايه؟ هعمل فورس ديفايدد ماس، هعمل فورس ديفايدد ماس. طيب الفورس ب2 والماس بهاف، يبقى اقول له 2 ديفايدد هاف على الكالكوليتر تطلع ب4. على الكالكوليتر تعملها تطلع ب4. يبقى كده الاكسلريشن انكريز 4 تايمز، الاكسلريشن انكريز 4 تايمز. صدقني الجزئيه دي بالطريقه اللي انا بقول عليها دي اسهل طريقه تقدر تحل بيها الجزئيه بتاعت دبلد وهافد وتريبلد والكلام ده كله. اسهل طريقه تحل بيها الجزئيه دي اللي انا بقول لك عليها. تكتب الرول، اي حاجه دبل تحط جنبها 2، اي حاجه ديكريس تو هاف تحط جنبها هاف، وتبدا تحل من الرول عادي وتشوف هيطلع لك ايه، وبعد كده تقول له الاكسلريشن انكريزد هنا زي الرول ده هيطلع هنا 4 ايه؟ 4 تايمز. اتفقنا؟ اتفقنا. طب نخش على اللي بعده. ايه اللي بعده؟ بص كده، بص كده يا صديقي. دلوقتي انا عندي حاجه اسمها سيت بيلت او اللي هو حزام الامان، وعندي حاجه اسمها الاير باج. دول وظيفتهم ان هم يكونوا سيفتي او حمايه للدرايفر او السائق اللي بيسوق العربيه. دلوقتي لا قدر الله، لا قدر الله، لو حصل اكسيدنت او حصل حادثه على الطريق، السيت بيلت وظيفته ايه؟ السيت بيلت وظيفته بكل سهوله ان هو بيعمل ديكريز للفيلوسيتي بتاعتك بعد الحادثه، لان انت بعد الحادثه بيكون عندك انيرشيا فبتطلع لقدام، فبيقلل الفيلوسيتي بتاعتك
بيعمل اكسلريشن اهو، بيقلل الفيلوسيتي يعني حصل اكسلريشن، فبيقلل الفيلوسيتي بتاعتك علشان لما تيجي تتخبط او لا قدر الله ما تتخبطش في الدركسيون بتاع العربيه. فبيقول له اهو ان السيت بيلت وركس تو ريديوس ذا راشنج فورورد، يعني بيقلل الحركه لقدام of the driver toward the steering wheel، ناحيه الستيرنج ويل دي اللي هي الدركسيون بتاع العربيه، or the wasted during sudden stopping، ما يتخبطش اثناء الوقوف فجاه. ده بالنسبه للسيت بيلت او حزام الامان. طب بالنسبه بقى للاير باج، لا قدر الله بقى ده لو حصل حادثه فعلا، لو حصل حادثه العربيات الحديثه او المودرن كار بيكون فيها حاجه اسمها اير باج زي بالونه كده بتنتفخ اثناء الاكسيدنت او اثناء الحادثه، علشان حضرتك وش او الوش بتاع الدرايفر ما يتخبطش في الدركسيون بتاع العربيه زي ما انت شايف. فالاير باج برضه تعتبر وسيله حمايه. بيقول لك الاير باج وركز وذ ذا سيت بيلت، بتعمل مع حزام الامان برضه ان هي بتعمل increase the collision time and the reducing the rate of change of velocity، بتقلل الفيلوسيتي بتاعت الدرايفر ان هو يطلع لقدام، يعني بتعمل اكسلريشن. ما طالما قللت الفيلوسيتي حصل تشينج في الفيلوسيتي يبقى حصل اكسلريشن. حلو، بس هل هنا الاكسلريشن حصلت عن طريق انكريز ولا ديكريز في الفيلوسيتي؟ هنا ديكريز. يبقى هنا الاير باج مع السيت بيلت الاثنين بيعملوا ان هم يقللوا حركه الدرايفر لقدام عشان ما يتخبطش جامد في الدركسيون فيتعور. اتفقنا. طيب نخش بقى على الجزئيه اللي بعدها. الجزئيه اللي بعدها بقى اللي هو نيوتن ثيرد لو. احنا كده عرفنا ان نيوتن سكند لو ليه علاقه بالاكسلريشن بالتشينج في الفيلوسيتي، هي الفورس اللي تطلع على البادي فتقدر تخلي البادي عنده اكسلريشن، بس بشرط ان الفورس تكون في نفس الدايركشن بتاع الاكسلريشن. يعني الانكريس في الفيلوسيتي حصل كده، يبقى الفورس بتاعتي برضه هتحصل ايه؟ هتحصل كده. ده بالنسبه لنيوتن سكند لو. اول ما يجي في دماغك نيوتن سكند لو تربطه بالاكسلريشن على طول. نخش على نيوتن ثيرد لو، ده سهل جدا. نيوتن ثيرد لو بيقول لك ايه؟ for every action there is a reaction. تعالى كده نتخيل ان في واحد صاحبك لا قدر الله اتخانقت معاه في المدرسه، صاحبك ده راح زقك، انت هتعمل ايه؟ هتزقه. هو عمل اكشن وانت عملت رياكشن، فعل ورد ايه؟ ورد فعل. اي فعل بيكون ليه رد فعل، اي فعل بيكون رد ايه؟ ليه رد فعل. ولازم الرياكشن او اللي هو رد الفعل يكون equal in magnitude، يعني بيساوي نفس الرياكشن هو، ولازم يكون opposite in direction، يعني عكس الايه؟ عكس الاتجاه. تعال اقول لك على حاجه بس ما تجربهاش. دلوقتي انت لو جبت ايدك ورحت خابطها في الحيطه، ايه اللي هيحصل؟ انت اديت فورس للحيطه، والحيطه كمان اثرت عليك بفورس، بدليل ان ايدك وجعتك. ما ايدك وجعتك ليه؟ لان نفس القوه اللي انت خبطت بيها الحيطه ردتها لك تاني. انت خبطت الحيطه في الدايركشن ده، فالحيطه هترد عليك في الاوبوزيت ايه؟ دايركشن. خلي بالك ان كل ما الضربه بتاعتك بتكون اقوى فرد الحيطه هيكون اقوى. ليه؟ لان الاكشن لازم ايكوال للرياكشن، لازم الاكشن او الفعل يكون ايكوال للرياكشن اللي هو رد الايه؟ رد الفعل. لازم الاثنين يكونوا ايكوال لبعض، ما ينفعش يكون حاجه اكبر من حاجه، ولازم يكونوا في الاوبوزيت دايركشن عكس بعض. ده الرياكشن او سوري ده الاكشن، يبقى ده الايه؟ ده الرياكشن، الاثنين عكس بعض. يبقى هو ده نيوتن ثيرد لو، ان for every action there is a reaction، لكل action there is a reaction equal in magnitude، يعني الاثنين equal لبعض بس opposite in direction، يعني عكس بعض في الاتجاه بتاعهم. opposite in direction يعني عكس ايه؟ يعني عكس بعض. اتفقنا. بص هنا بيقول لك في واحد بينط من على المركب اهو، نط، فطبعا كانت رجله موجوده على البوت على المركب، فعمل اكشن على المركب. فطبعا هو لما نط لقدام عمل اكشن على المركب، فالمركب رجع لورا، لان هو عمل اكشن والمركب اداله رياكشن. فالرياكشن اللي هو اندفع لقدام، يعني هو اندفع كده والمركب رجع لورا كده. هو عمل اكشن والمركب عمل الرياكشن عليه. طب يبقى هنا بيقول لي when a person jumps from the front of the boat forward the boat itself moves backward. البوت هيتحرك في عكس الاتجاه،
ليه؟ لان احنا قلنا القوتين اللي هيحصلوا هنا الاكشن والرياكشن هيكونوا في الاوبزيت دايركشن، عكس بعض. حلو. طيب هو ده نيوتن ثيرد لو. طب خلينا في اكتيفيتي، نسيب الاكتيفيتي دلوقتي ونبدا نشوف اللي بعد الاكتيفيتي. نبص نسيب الاكتيفيتي دلوقتي، اكتيفيتي تافه اصلا، بس نشوف اللي بعد الايه؟ الاكتيفيتي. تعالى كده نشوف اللي بعد الاكتيفيتي بيقول لي ايه. عايزين نبدا من اول نيوتن ثيرد لو، الاكشن والرياكشن. بيقول لي نيوتن ثيرد لو for every action there is an equal and opposite reaction. الرياكشن بيكون equal واوبوزيت دايركشن وعكس الايه؟ الاتجاه. ده نيوتن ثيرد لو بكل سهوله. for every action there is a reaction opposite in direction and equal in magnitude and opposite in ايه؟ in direction. طيب اهو mention the properties of the two forces described by Newton third law. طالما نيوتن third law يبقى equal in magnitude، ال two forces equal in magnitude opposite in direction they occur without any time difference. طبعا هنا مفيش اختلاف في الوقت. انت خبطت كده الشاشه دي مثلا اديتها بوكس، فطبعا في نفس الوقت الشاشه هتديني رياكشن رد ايه؟ رد فعل. فبيقول لي هنا مفيش اي تايم ما بينهم، الاكشن والرياكشن بيحصلوا في نفس الوقت. طب هسالك سؤال، هل ينفع يحصل اكشن من غير رياكشن؟ لا، لازم طالما حصل اكشن لازم يحصل عليه رياكشن، لازم. مفيش اكشن بيحصل من غير رياكشن، مفيش. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب بيقول لي كمان ان الاكشن والرياكشن بيحصلوا في السيم لاين. طبعا في السيم لاين ازاي؟ انا خبطت كده في اللاين ده، خبطت الشاشه، فالشاشه هتاثر على ايدي برضه في نفس اللاين، يبقى الاكشن والرياكشن بيحصلوا في نفس الايه؟ في نفس اللاين. The effect to different object، الاثنين بيأثروا على different object. يعني ايه يا مستر؟ مش فاهم. هقول لك يعني القوه اللي هي بتاعت الاكشن انا اثرت بيها على ايه؟ على الشاشه مثلا هنا، فالشاشه هتاثر على ايدي، يبقى انا اثرت على اوبجكت والرياكشن كان على اوبجكت تاني. يعني مثلا انت والحيطه زي ما قلت لك، انت خبطت الحيطه يبقى كده الاكشن كان على الحيطه، طب الرياكشن بيبقى على ايه؟ على ايدك. يبقى لازم الاكشن والرياكشن يكونوا على تو اوبجكت مختلفين. الاكشن بيكون على حاجه والرياكشن بيكون على حاجه تانيه. انت لما تيجي تخبط الحيطه، نعتبر دي الحيطه، الاكشن بتاعها على الحيطه، طب والرياكشن من الحيطه على ايدي، يبقى هنا الاكشن كان على اوبجكت والرياكشن كان على اوبجكت ايه؟ على اوبجكت تاني. يبقى هنا زي افكت اون تو ديفرنت اوبجكت، بيأثروا على تو اوبجكت مختلفين. يبقى ايه تاني البروبرتيز بتاعت نيوتن ثيرد لو؟ ان لازم التو ايكوالز فورسز، التو فورسز بتوعي لازم يكونوا ايكوال لبعض، لازم يكونوا في الاوبوزيت دايركشن، في لازم يكونوا في عكس الدايركشن بتاعي، لازم ما يكونش في اني تايم بتوين ذم، او ما فيش تايم ديفرنس ما بينهم او اختلاف في الوقت، لازم الاثنين يحصلوا في نفس الوقت، لازم كمان يحصلوا ان ذا سيم لاين، في نفس اللاين بتاع الاكشن، لازم كمان يكونوا الاثنين بيأثروا على ديفرنت اوبجكت او على حاجتين مختلفين. اتفقنا؟ ده بالنسبه للنيوتن ثيرد لو. بص هنا نفس الكلام. عارف انت لما يكون في بعض الافلام بتشوفها، بيكون واحد ماسك المسدس مثلا، المسدس بيضغط عليه فالمسدس بيعمل اكشن للرصاصه، وكمان الرصاصه بتعمل رياكشن على المسدس فبتخلي ايده ترجع لورا شويه، لان هنا في اكشن وفي رياكشن. اهو بص كده المدفع ده هنا في اكشن وفي رياكشن لورا، الاكشن طلعت البتاع لقدام، والرياكشن ان المدفع رجع لايه؟ رجع لورا. اتفقنا؟ اتفقنا. قانون طبعا سهل جدا، تافه جدا، ده قانون نيوتن الثالث. بص كده يا صديقي، في فرق ما بين حاجتين هنا. عندي لو وان اوبجكت، طبعا لازم يكون عندي تو اوبجكت مختلفين. طيب لكن لو انا عندي وان اوبجكت cancel each other effect according to the Newton first law. بص هنا القطه قاعده على الترابيزه، بس قاعده على الترابيزه مفيش اي حركه، مفيش ولا اكشن ولا رياكشن. ليه؟ لان هنا الترابيزه والقطه الاتنين مع بعض عاملين بالانسد فورس او قوه متوازنه، عكس بعض بس قوه ايه؟ متوازنه. يعني النت فورس هنا ايكوال ايه؟ زيرو. ده بالنسبه لنيوتن فيرست لو. نيوتن فيرست لو قلت لك ان انا عندي تو فورسز بيأثروا في الاوبوزيت دايركشن بس ايكوال ان ماجنتيود، يعني بيساوي ايه؟ بيساوي بعض، فساعتها الجسم هيفضل ستيشنري او هيفضل ثابت زي القطه دي. فبيقول لي هنا ذا كاتس ريست، هتفضل ثابته اون ذا تيبل
explained by Newton first law على حسب قانون نيوتن first law where the two equal forces acted on the cat on one object in opposite directions which are the forces of cat's weight اللي هو وزن القطة والقوة اللي هتديها الترابيزة. خلي بالك هنا ان القوتين هنا يا شباب اللي هي قوة الويت اللي هي قوة الوزن بتاع القطة وقوة الترابيزة الاتنين بيأثروا على ايه؟ بيأثروا على حاجة واحدة اللي هي القطة. انا قلت من نيوتن ثيرد لو من الشروط بتاعته ان هو يأثر على كام اوبجكت؟ يأثر على حاجتين. هنا القوتين اللي انا قلتهم اللي هم الويت الوزن والقوة اللي بتأثر من الترابيزة على القطة الاتنين بيأثروا على نفس الايه؟ نفس الاوبجكت. طب بص هنا الصاروخ ده بيقول لي هنا don't cancel each other طالما two different object effect. طيب هنا effect to according to the Newton third law. ايه اللي بيحصل؟ دلوقتي الصاروخ ده بيطلع هواء لتحت. الهواء اللي تحت ده او الوقود اللي بيعمله لتحت بيخلي الصاروخ يعمل اكشن لتحت، الهواء يعمل اكشن لتحت والرياكشن بيكون على الصاروخ لفوق. يبقى الهواء بيعمل اكشن على الارض والرياكشن بيكون على الصاروخ. طب هنا هل الاكشن والرياكشن بيكون او القوتين بيكونوا على نفس الاوبجكت؟ لا، ده في قوه بتاثر على الارض لتحت وقوه بتاثر على الصاروخ لايه؟ لفوق، والاثنين في الاوبوزيت دايركشن. اهو ده الاكشن اللي تحت باثر بيه على الجراوند على الارض. طب والرياكشن بيأثر ايه؟ على الروكت. فبقول له اهو the thrust of the rocket in the direction opposite in the direction of exhausted gases. exhausted gases ده اللي هو الجازز اللي طالعه من الايه؟ من الروكت. بيقول لي is explained by Newton's third law where the gases moving downward represent the action. طيب الجازز اللي نازله لتحت هي دي الاكشن. طب والرياكشن ايه؟ الرياكشن ان الصاروخ او الروكت يطلع فورورد لايه؟ لفوق. اتفقنا؟ اتفقنا. بص كده اهو بيقول لي while the rocket moving upward represents the reaction. طب هل الاثنين بيأثروا على نفس الاوبجكت؟ لا، القوتين هنا بيأثروا على تو اوبجكت ايه؟ مختلفين. لازم علشان يحصل نيوتن ثيرد لو لازم القوة او الفورسز بتاعتي تكون بتأثر على تو اوبجكت مختلفين، واحدة اكشن والتانية رياكشن. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب الجزء اللي بعده نفس الكلام. هنا بقى بيقول لي هنا سكيتنج، والسكيتنج برضو بيزقوا بعض، فدي طبعا هتمشي كده ودي هتمشي كده بسبب نيوتن ثيرد لو، ان دي هتمشي ناحيه الرايت ودي هتمشي ناحيه الليفت لان الاثنين اثروا على بعض في اوبوزيت دايركشن وفي اكشن وفي ايه؟ وفي رياكشن. طيب حلو قوي. طبعا هنا هقول له اهو the two girls move in the opposite direction because the action and reaction always at the opposite direction. لازم الاكشن والرياكشن يكونوا في الاوبوزيت دايركشن without any time difference. مفيش اي وقت ما بينهم. اول ما يزقوا بعض هتلاقي دي بتتحرك ودي بتتحرك في نفس الوقت. مفيش اي وقت ما بينهم لان الاكشن والرياكشن مفيش ما بينهم وقت، وما ينفعش يحصل اكشن من غير رياكشن. ما ينفعش يحصل اكشن من غير رياكشن. اعرف المعلومه دي. حلو. طب ايه القانون اللي فيه رياكشن واكشن؟ القانون ده طبعا اللي هو نيوتن ثيرد ايه؟ نيوتن ثيرد لو. طب اللي بعده بص نفس الكلام. عندي حاجه اسمها فلاي بورد. الفلاي بورد دي بقت مؤخرا مشهوره ان هي هنا في قوه دفع الميه لتحت فبتخلي الفلاي بورد تطلع لفوق. يبقى عندي فلاينج بورد ده عباره عن ابلكيشن. الابلكيشن ده احنا طبعا بنشوفه دلوقتي على التيك توك، بنلاقي ناس طالعه كده بالبورد دي لفوق. طبعا هنا باي بامبنج ووتر، عن طريق تدفق الميه. طبعا البورد دي بتطلع الووتر لتحت فبتاثر على الووتر لتحت، فبتبدا ان البورد تطلع لايه؟ لفوق. فالاكشن بيكون لتحت والرياكشن بيكون لايه؟ لفوق. ده بالنسبه للفلاي بورد. طب عندي كمان تكنولوجيكال ابلكيشن تاني اللي هو درونز. الدرونز دي اللي هي طياره بتكون بيستخدموها في التصوير. طب الطياره دي عباره عن طبعا بيكون ليها جناحات زي كده. الجناحات دي بتخلي الهواء او الاير ينزل لتحت، ده اللي هو الاكشن. فطبعا لما الهواء بينزل لتحت الاكشن فبيبقى في رد فعل لفوق اللي هو الايه؟ الرياكشن. هو بيقول لي it works by pushing air، بتدفع الاير داونورد لتحت
from the engines عن طريق الانجنز او المواتير اللي شغاله، دي المواتير بتاعتها اللي شغاله resulting in pushing drone upward. فطبعا هي لما بتعمل الهواء لتحت pushing الهواء للداونورد، هي بقى بتبدا تطلع لفوق ايه؟ upward، لان هنا في اكشن لتحت ورياكشن لفوق، ولازم الاكشن يكون في الاوبزيت دايركشن بتاع الرياكشن، لازم الاكشن يكون في الاوبزيت دايركشن بتاع مين؟ بتاع الرياكشن. اتفقنا. قصه سهله، قصه لذيذه. لازم يكون عندي اكشن ولازم رياكشن، ولازم الاثنين يكونوا ايكوال ان ماجنتيود يعني بيساووا بعض، ولازم يكونوا اوبوزيت دايركشن في عكس الايه؟ في عكس الاتجاه. اتفقنا يا صديقي. طب يلا كده نخش على السؤال اللي بعده او القصه اللي بعدها. خلي بالك القصه اللي بعدها، بص كده، خلي بالك بقى ان انا عندي هنا طبعا هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي سامري كده على النيوتن فيرست لو والثيرد لو والسكند لو. تعالى كده نشوف مع بعض السامري كده اختصار. النيوتن فيرست لو: the resultant of the forces acting on the object it causes changing kinematic state of rest or motion. هنا في عندي حاجه اسمها inertia. نفتكر مع بعض نيوتن فيرست لو كان عندي حاجه اسمها inertia. طب في نيوتن سكند لو مرتبط دايما بالاكسلريشن. اول ما تلاقي كلمه اكسلريشن اللي هي تشينج، تغير في الفيلوسيتي، في السرعه، يبقى على طول اعرف ان هو نيوتن سكند لو. طب النيوتن ثيرد لو اعرف ان هنا في اكشن وفي كمان رياكشن. اول ما تلاقي كلمه اكشن ورياكشن اعرف ان انت دلوقتي بتتكلم عن نيوتن ثيرد لو. طب كلمه اكسلريشن اعرف ان انت بتتكلم عن السكند لو. طب كلمه انيرشيا يبقى انت بتتكلم عن نيوتن فيرست ايه؟ نيوتن فيرست لو. اخر حاجه موجوده عندي في الدرس ونكون فنشنا الدرس بتاع النهارده، حاجه اسمها the effect of collisions. كلمه collisions هنا معناها التصادم on changing velocity، على تغير السرعه. صلى على النبي بقى. وهنا التصادم ده سهل قوي. التصادم في منه نوعين، في منه نوع اسمه elastic وفي نوع اسمه inelastic، يعني مرن وغير مرن. يعني ايه مرن ويعني ايه غير مرن؟ طيب انا عندي التصادم المرن بيكون تصادم قبل ما ناخد الالاستيك والان الاستيك. دلوقتي لو جيت قلت لك في اكزامبل بقى عندي قبل الالاستيك والان الاستيك، لو جيت قلت لك انا عندي مثلا كورتين، الكورتين دول بيجروا ليهم نفس الماس، نفس الكتله، وبيجروا في الاوبوزيت دايركشن في عكس الاتجاه. تاني، انا عندي كورتين، الكورتين ماشي ليهم نفس الماس، نفس الكتله، وبيمشوا في الاوبوزيت دايركشن في عكس الاتجاه وبنفس السبيد، بنفس السرعه. يعني اهو كوره جايه كده وكوره جايه كده، الكوره دي عندها ماس ودي عندها نفس الماس، الكوره دي عندها فيلوسيتي والكوره دي عندها نفس الفيلوسيتي. في الاخر الاثنين هيتقابلوا مع بعض ويخبطوا في بعض، هيعملوا حاجه اسمها كوليجن، تصادم. ايه اللي هيحصل في الحاله دي؟ اللي هيحصل ان هما الاثنين هيتردوا تاني بس في الاوبوزيت دايركشن. دي كانت جايه كده هتخبط في دي، فدي بدل ما كانت ماشيه كده هتمشي كده، ودي بدل ما كانت ماشيه كده هتمشي كده. يبقى كل واحده اتحركت بالاوبوزيت ايه؟ في الاوبوزيت دايركشن، بنفس السبيد، بنفس السرعه اللي هم كانوا جايين بيها. يعني دي كانت ماشيه بسبيد الناحيه دي ودي كانت ماشيه بسبيد في الناحيه دي، خبطوا في بعض، دي هتمشي كده ودي هتمشي كده. طيب لما دي تمشي كده ودي تمشي كده هيمشوا بنفس السرعه اللي كانوا جايين بيها، نفس السرعه اللي كانوا جايين بيها. حلو اهو. تعالى كده نشوف بيقول ايه هنا. بيقول لي if the collision occurs between a moving object and a stationary object. لا دي الجمله الثانيه قبل ده الجزء الثاني. هنا الجزء الاول، هنا بيقول لي both objects move in the opposite direction at the same velocity as they gain acceleration. بص هنا بيقول لي هنا بعد ما يتصادموا مع بعض او بعد ما بيخبطوا في بعض هيمشوا في الاوبوزيت دايركشن في عكس الاتجاه. بدل ما كانوا جايين كده هيمشوا كده، هيمشوا في الاوبوزيت دايركشن بس هيمشوا بالسيم ايه؟ بالسيم فيلوسيتي، بنفس السرعه اللي كانوا جايين بيها، لان هم هيكتسبوا اكسلريشن من التصادم ده. حلو. طب دلوقتي لو انا عندي واحد بقى جسم ساكن او كره ساكنه وكره ثانيه بتتحرك وجايه ناحيتها، ايه اللي هيحصل؟ ده بقى بيعتمد على حاجتين. تعالى بقى نبص بيعتمد على ايه. بيعتمد على حاجتين. اول حاجه بيقول لي الاستيك كوليجن، التصادم المرن.
وان الاستيك كوليجن التصادم الغير مرن. الله عليك، الله عليك يا قلم اللي بتغلط، مش عارف مالك النهارده يا جزره. طيب بيقول لي هنا الالاستيك او التصادم المرن بيحصل ليدز تو ذا ستوبنج، هيوقف كوره والكوره الثانيه تتحرك. مش فاهم يا مستر. بص كده يا صديقي، دلوقتي في كوره هنا وفي كوره هنا، بس الكوره دي بتمشي وعماله تجري 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 ورايحه ناحيه ده. ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان الكوره لما تخبط هنا، لما توصل لهنا وتخبط في دي، هتقف دي، الكوره دي هتقف اللي كانت بتتحرك، ودي تتحرك وتفضل ماشيه. اهو بص كده في زي الرسمه اهو، كان في كوره بتتحرك راح ناحيه كوره ستيشنري ثابته. لو حصل الاستيك كوليجن يعني تصادم مرن، ايه اللي هيحصل؟ الكوره بعد ما بتخبط، لما الاكس تخبط في الواي، الاكس هتفضل ثابته والواي هي اللي تتحرك، وهتتحرك بنفس السرعه اللي كانت دي ماشيه بيها. يعني دي لو كانت ماشيه في بسرعه واحده، نفس الكلام هتروح تخبط في الواي، فالواي هتتحرك وهتمشي برضو بسرعه ايه؟ بسرعه في. ده لو كان التصادم بتاعي الاستيك يعني مرن. طب لو التصادم بتاعي الاستيك يعني غير مرن، بص بقى اللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل ان انا عندي كرة اكس ماشيه بسرعه في اهي، وعندي كرة واي كانت ثابته. الاكس خبطت في الواي، بس التصادم هنا ان الاستيك يعني غير مرن. فالتصادم لما يكون غير مرن ايه اللي بيحصل بقى؟ بيقول لي ان الكورتين هيتحرك حتى لما الاكس تخبط في الواي، الاكس والواي هيتحركوا مع بعض. بس كده بص ركز معايا كده، هيقسموا السرعه مع بعض. هيقسموا السرعه مع بعض ازاي؟ يعني هنا كان في هنا لما يمشوا مع بعض كل واحده هتمشي بنص في، دي هتمشي بنص في ودي هتمشي بنص في، قسموا السرعتين مع بعض. يبقى تاني القصه، انا دلوقتي لو عندي الاستيك كوليجن كوره ماشيه ناحيه ستيشنري اوبجكت او جسم ساكن. الستيشنري اوبجكت لما يتخبط فيه الموفينج اوبجكت هيثبت، والستيشنري اوبجكت او الجسم الثابت هو اللي هيتحرك، وهياخد منه نفس السبيد او نفس الفيلوسيتي ونفس السرعه. ده في حاله الالاستيك كوليجن او التصادم المرن. طب في حاله التصادم الغير مرن، بص كده، خبطوا في بعض اهو، بس الاثنين هيمشوا مع بعض، مش هيثبت، دي مش هتثبت بقى. المفروض الموفينج اوبجكت في الاول كان ثابت، لا مش هيثبت هنا في الالاستيك، مش هيثبت. هيفضلوا ماشيين مع بعض، بس كل واحد منهم هياخد نص الفيلوسيتي او نص السرعه. بدل مثلا ما كان واحد خد السرعه كلها ومشي لوحده والتاني ثبت، لا، تعالى نمشي مع بعض ونقسم السرعات بتاعتنا، انت تاخد النص وانا اخد الايه؟ وانا اخد النص. طب ده اسمه ايه بقى؟ ده اسمه ان الاستيك كوليجن. يبقى انا عندي نوعين من التصادم، الاستيك كوليجن تصادم مرن، وان الاستيك كوليجن تصادم غير ايه؟ غير مرن. بص هنا، ليتس تو ستوب ذا موفينج اوبجكت، الموفينج اوبجكت هيقف وهيحصل موفمنت، حركه للستيشنري اوبجكت او الجسم الساكن، وهيمشي بنفس الفيلوسيتي بنفس السرعه بتاعت الجسم اللي كان بيتحرك في الاول. اما الان الاستيك ليدز تو سلوينج داون، هتقلل السرعه بتاعت الموفينج اوبجكت، وكمان هتحرك الستيشنري اوبجكت، الاثنين هيتحركوا مع بعض. and both of them together، هيمشوا مع موف توجذر، هيتحركوا مع بعض. الاثنين هيتحركوا بهاف الفيلوسيتي، بنص السرعه بتاعتي اللي كانت ماشيه في الاول. كل واحد هياخد نص ويمشوا ايه؟ ويمشوا مع بعض. يبقى دي قالت لها خليك انت هاتي سرعتك كلها ويلا ايه؟ ويلا انا همشي لوحدي واخد منك السرعه بتاعتك. هنا قالت لها لا والله ما هسيبك لوحدك، انتوا احنا الاثنين هنتحرك، انا هاخد النص وانت تاخدي الايه؟ وانت تاخدي النص. اتفقنا. ده اسمه elastic collision وده in elastic collision. اتفقنا يا صديقي؟ اتفقنا. طبعا بعد كده الايفالويشن هتبدا ان انت تحله مع نفسك، وان شاء الله يا صديقي خلال الاسبوع اللي جاي هينزل لك قبل العيد ان شاء الله، هحاول ان انا انزل لك مراجعه امتحان الشهر اللي هي تعتبر على اول 4 ليسون. اتفقنا يا صديقي؟ اتفقنا. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم ان شاء الله، واشوفكم الحصه الجايه. السلام عليكم.